بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شيع السوداني، وبمتابعة الوزارة بكل مفاصلها، تم اليوم التصويت على قرار في مجلس الوزراء الموقر حول تخصيص أراضي سكنية لكافة منتسبي وزارة الدفاع وفي كل المحافظات. ابتداء تم تخصيص أراضي في منطقة بسماية لبناء مدينة خاصة لأفراد ومنتسبي وزارة الدفاع ضباطا وجنود مشمولين. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة لدينا خطة لباقي المحافظات، نبدأ من نينوى والبصرة والنجف وتلوها المحافظات الأخرى. نحن عقدنا العزم وعاهدنا أبنائنا وأخواننا في القوات المسلحة العراقية بأن سنة 24 و2025 سوف نغلق هذا الملف، والجميع